يا أهلا بيكم. أكيد كلنا سمعنا وحبينا أغنية ست وأنا، بس يا ترى فكرنا قبل كده إن الأغنية دي ممكن تكون قاموس كامل للمشاعر المتخفي في شكل سوق فاكهة؟ النهاردة بقى هنكتشف مع بعض إزاي البرتقان والبطيخ ممكن يوصفوا الحب والخناقات العاطفية يمكن أحسن من ألف قصيدة. طيب، قبل ما نغوص في سوق الفاكهة ده، خلونا نسأل نفسنا سؤال بسيط. لو حد طلب مننا نوصف قلبنا، هنقول إيه؟ طيب، حنين، يمكن مجروح. كل دي إجابات متوقعة وطبيعية. بس بطل قصتنا في الأغنية دي كان عنده إجابة مختلفة تماماً. بالظبط كده، قلبي برتقان بصرة. الجملة دي اللي تبان عبثية هي اللي فتحت علينا باب كامل لسوق خضار وفاكهة عاطفي هنستكشفه سوا في التحليل ده. يلا بينا ندخل على أول قسم في السوق العاطفي ده. هنبدأ بقلب بطلنا ونشوف إيه الفواكه اللي اختارها عشان يوصف بيها مشاعره اللي بيقدمها لحبيبته على طبق من فاكهة طبعا. نبدأ بالبرتقان، وهنا خدوا بالكم، القلب مش أي برتقانة وخلاص، لأ، دي برتقانة بصرة، يعني أجود نوع. وهو بيقولها كأنه بيقول اتفضلي يا قلبي، ملكك، اعملي فيه اللي انت عايزاه حتى لو هتعصريه عصير. ده قمة التسليم والصدق. القلب مفتوح على الآخر ومفيش أي حاجة مستخبية. ونيجي للكمثرى، وهنا بقى بنشوف تناقض جميل أوي. القلب ده ممكن يبان من بره ناشف وقوي، يمكن كنوع من الحماية الذاتية، لكن من جوه لا، من جوه فيه بذرة بتحب بضمير، يعني جوهر الحب الحقيقي كله مستخبي تحت القشرة الصلبة دي. أما الأناناس بقى فده وصف عبقري بجد للقلق العاطفي. لما قال قلبي أناناس شرايح دايخ جاي رايح، هو بالظبط وصف حالة اللي بيفكر زيادة عن اللزوم في العلاقة. عقله مش بيبطل يحلل، ودايما تايه ومش عارف يرسى على بر. يعني من الآخر كده، قلب الأناناس هو القلب الرسمي لكل الأوفر ثينكرز. إحساس إن الواحد تايه جوه دماغه بسبب العلاقة دي. وأخيراً في تشكيلة فواكه الحرنكش، واختيار الحرنكش ده بالذات ذكي جداً. دي فاكهة مش منتشرة قوي زي الباقي، فلما بيقول قلبي حرنكش فيه مزازة، هو كأنه بيقولها إن حبه ده مش عادي، له طعم مختلف ومميز، مش زي أي حب تاني ممكن تقابله في حياتها. طيب، هنا بقى اللعبة بتبدأ تتكشف. الشريحة دي بتلخص الموقف كله. بصوا على الخانتين كده، قلبه عبارة عن فواكه واضحة وصريحة حتى في حيرتها، برتقان، كمثرى، مشاعر نقية. لكن قلبها، لا، ده قصة تانية خالص، كلها ألغاز ومفاجآت محتاجة كتالوج. يلا بينا بقى نروح للجانب التاني من السوق. دلوقتي هندخل في تحليل قلب الحبيبة، اللغز الاستوائي الكبير اللي كله فواكه غامضة ومحيرة. نبدأ بالبطيخة. كلنا عارفين المثل بتاع يا تطلع حمرا يا قرعة. استخدامه للتشبيه ده معناه إن العلاقة كلها قايمة على الحظ. هو حاسس إنه داخل مغامرة كبيرة مش ضامن نتيجتها إيه، وإن الموضوع خارج عن سيطرته تماماً. بالظبط، كأن العلاقة دي ورقة يا نصيب، بس يا نصيب عاطفي. يا إما تكسب الجايزة الكبرى، يا إما في الآخر تطلع بإيد فاضية. رهان كبير قوي على مشاعر مش مضمونة. وبعدين يجي دور جوز الهند، وهنا بقى في إعجاب صريح وواضح جدا. هي حلوة قمرة ما بتتكرريش، لكن في نفس الوقت جوز الهند معروف إنه ناشف جدا وصعب قوي يتكسر. يعني هي كنز، بس كنز مقفول عليه، والوصول اللي جواه مهمة شبه مستحيلة. أما تشبيه القرع ده فده مؤلم بجد وفي نفس الوقت عبقري. القرع بيمد فروعه لمسافات كبيرة وبيدي إحساس بالخير والوفرة، لكنه من جوه أغلبه فاضي، زي ما بيقولوا الجنازة حرة والميت مفيش. ده وصف دقيق جدا لشخص بيدي وعود وأمل، لكن مفيش أي فعل حقيقي ورا الكلام ده. طيب، بعد ما خلصنا الجولة دي في سوق الفاكهة، إيه المحصلة؟ الكورال بتاع الأغنية بيلخص لنا كل الوجع اللي نتج عن الكوكتيل العجيب ده. الجملة دي على قد ما هي بسيطة، على قد ما هي فيها كل الوجع. بتقوليلي هتيجي ما بتجيش، ده ألم الانتظار اللي مش بيخلص، والوعود اللي عمرها ما بتتحقق. والحلو في الأغنية إنها بتقدم لنا زي روشتة علاج كده، روشتة كوميدية قوي بس بتوجع في نفس الوقت. التشخيص: قلبي اتعور منك واوا، مصطلح طفولي جدا بيوصف ألم كبير قوي. والعلاج: الميكروكروم، علاج بسيط وسطحي لألم عميق جدا، وكأن الأغنية بتقول مفيش علاج حقيقي للوجع ده. طيب، بعد كل ده، بعد البرتقان والبطيخ والوجع، إيه الدرس اللي ممكن نطلع بيه من السيمفونية العباسية الجميلة دي؟ إيه الحكمة اللي مستخبية ورا كل الهزار ده؟ وهنا بقى بتيجي العبقرية الحقيقية. الأغنية دي يا جماعة أعمق بكتير من إنها مجرد أغنية هزار. دي شكل حديث جدا وفعال من الشعر،
بيستخدم أبسط الحاجات اللي بنشوفها كل يوم عشان يوصف أعقد وأصعب المشاعر الإنسانية اللي ممكن نحس بيها. وده بقى يفسر لنا سر نجاح الأغنية دي. أي حد فينا ممكن يفهمها ويحس بيها. الكوميديا اللي فيها بتخلي المشاعر الصعبة دي أسهل في التعامل معاها، وبتخلينا نشوف عمق في الحاجات العادية اللي حوالينا. والأهم إنها بتخلق صور في دماغنا صعب جدا ننساها. يعني مين فينا ممكن ينسى تعبير زي البرتقان البصرة أو البطيخة القرعة؟ وفي الآخر خالص، وبعد الرحلة الممتعة دي في سوق المشاعر، السؤال بيرجع لنا كلنا: يا ترى لو كل واحد فينا قلبه فاكهة هتكون إيه؟ برتقانة واضحة وصريحة، ولا بطيخة على السكين محتاجة حظ؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.